هذا العام في إيطاليا لم يتم اختيار بعض هدايا عيد الميلاد من المتاجر ولا بعد ساعات من التردد. لقد قررتها الخوارزميات هدية من كل 3 مليارات ونصف يورو. الرقم يمثل نقطة تحول. وفقا لجمعية حماية المستهلك كونسوميريزمو نو بروفيت، استخدم أكثر من 60% من الإيطاليين الذين استخدموا الأدوات الرقمية لمشترياتهم لعيد الميلاد الذكاء الاصطناعي أيضا. في غضون ثوان قليلة يقدم الذكاء الاصطناعي أفكاراً ويقارن الأسعار ويخصص الاقتراحات. بالنسبة للكثيرين أصبح هذا اختصاراً فعالاً في سياق التوتر والوفرة التجارية. التحول واضح. حتى الآن كانت الخيارات تتم عبر محركات البحث ومنصات التجارة الإلكترونية أو نصائح الأقارب. الآن آلة تقوم بالتصفية والترتيب والتوجيه. لم تعد تكتفي بالمساعدة، إنها تؤثر، لكن الحماس له حدوده. تحذر جمعية كونسوميريزمو من واقع أقل بهجة. العديد من المستهلكين اتبعوا توصيات تبين أنها مخيبة للآمال. هدايا غير مناسبة، أذواق لم تفهم جيدا، في بعض الحالات خسائر مالية حقيقية. المشكلة حسب الجمعية تكمن في المنطق الذي يغذي هذه الأدوات: بيانات تجارية، عروض ترويجية، شراكات خفية. الذكاء الاصطناعي لا يعرف حقا الأشخاص الذين نقدم لهم الهدايا. إنه يحسن، لكنه لا يشعر بأي شيء. بالنسبة لرئيسها لويجي غابرييل، الخطر الرئيسي يكمن في مكان آخر: الثقة المفرطة. بتفويض الاختيار للآلة يصبح المستهلكون أقل يقظة. إنهم لا ينظرون كثيرا إلى الأسعار الحقيقية، الجودة أو التقييمات السلبية، وغالبا ما ينفقون أكثر، أسرع، أغلى. الذكاء الاصطناعي يستقر تحت شجرة عيد الميلاد، هذه حقيقة. لكن التجربة الإيطالية تذكرنا بشيء بسيط: الخوارزمية يمكن أن تقترح، لا يجب أن تقرر بدلا من المستهلك. إذا كنت مهتما بهذا النوع من القصص اشترك. نحن نتحدث كل يوم عن المغرب والعالم هنا.